لو انت مش عارف مين هي مصر فدي مشكلة كبيرة، حلها بسيط قوي، ممكن اقوله لك دلوقتي لو حابب. تعال اقول لك مصر قدمت ايه للدين الاسلامي، ولو لقيت اي مكان في العالم قدم ربع اللي قدمته يبقى لك الكلام. زمان كان عندنا حاجة اسمها الدولة العباسية. الدولة العباسية دي انتهت على ايد المغول، والخليفة نفسه مات تحت رجليهم، خلصوا على كل حاجة في طريقهم. الناس دي كانت جاية تنهي الاسلام، وقفوا فين بقى؟ عند مصر. مصر هي الدولة الوحيدة اللي ما استنتش زي غيرها لما المغول يدخلوها، احنا اللي خرجنا لهم وهزمهم قطز في موقعة عين جالوت، وكمل المسيرة بعده السلطان الظاهر بيبرس وقضى عليهم تماما. مصر يا صديقي بلد الأزهر الشريف، منارة الإسلام والمسلمين وجامع علوم الدين. القرآن نزل في مكة لكن اتقرأ وترتل في مصر، ودي معلومة أي حد يعرفها. مصر اللي أنجبت مدرسة كاملة في التلاوة اسمها الشيخ محمود خليل الحصري، الراجل اللي فضله علمه مغرق القطر الإسلامي كله. مصر بلد الشيخ الشعراوي، الراجل اللي مفيش مسلم في العالم ما يعرفش قدره ومكانته. ومش هو بس، والشيخ محمد عبده والشيخ محمود شلتوت والشيخ عبد الحليم محمود والدكتور أحمد الطيب. هات لي مجال في العالم ما عندناش فيه أساتذة ورواد.